النفخ وعسر الهضم هما السبب رقم 1 اللي يخلوا لي كولوار تاع لي زورجونس معمرين في رمضان. كون صريحة معكم، 90% تاع هذا المشاكل طريقة تاع الأكل ديالكم هي السبب. الغلطة الأولى اللي ديروها هي أنه كي إذن تشربوا بزاف الماء مباشرة. دير في بالك باللي كي تشرب بزاف الماء راك رايح تنقص من الحموضة تاع المعدة، وهذا يصعب عليك الهضم. الغلطة الثانية اللي يديروها بزاف ناس هي أنهم يأكلوا كامل الأطباق دفعة واحدة بعد الآذان، يعني هو يأذن وهما يطيحوا على الماكلة، شوربة، بورك، دوزيام بلا، ديسير، تعمروها حتى تطرطقوا، بعد تقول راني معمر صافا. دير في بالك باللي كي تصوم عدة ساعات الجهاز الهضمي يكون مرتاح. لازم كي تفطنوا بالعقل باه ما يصرالوش الشوك. ايماجيني روحك مثلا تكون راقد ويجي واحد ينوضك بالخلعة يقول لك يلا اجري بالسيف عليك تروح دير ماراطون تاع 2 كيلومتر ولا 3 كيلومتر، انت مازال ميم با ما فطنت وهو يعطيلك مهمة صعبة، باين باللي النتيجة ما راهيش راح تكون مليحة. نفس الشيء بالنسبة للجهاز الهضمي، لازم في رمضان تتعلموا تاكلوا كميات صغيرة على عدة مراحل. مثلا افطر بشوية ماء وحبة الى 3 حبات تاع تمر، روح صلي، كي تولي كل كمية معقولة، خذوا وقتكم ومضغوا مليح. دير في بالك بلي الاكل ديالك قد ما تمضغوا مليح قد ما راك رايح تعاون المعدة ديالك وتريحها وتسهل عليها الخدمة ديالها. الخطأ الثالث اللي يديروه بزاف ناس هي أنه في رمضان ما ياكلوش بزاف الخضرة. دير في بالك باللي الخضرة ضرورية للتوازن الغذائي والصحة ديالك. الخضرة لازم تاكلها في رمضان سواء طيبة ولا نيئة. الخضر رايح تجيب لك الألياف هذو راهم يعاونوك باش تحس بالشبع، وبالتالي ما راكش رايح تاكل بزاف وما راكش رايح تجيك التخمة. الغلطة رقم 4 هي المشروبات الغازية ولا الإفراط في السكريات. دير في بالك باللي المشروبات الغازية فيهم بزاف لي غاز رايحين ينفخوك، والسكريات راك رايح توكل البكتيريا الضارة في الأمعاء، والنتيجة عسر الهضم والانتفاخ والتعب الشديد. الغلطة رقم 5 هي أنك تاكل بزاف حاجة مقلية في رمضان. دير في بالك باللي الزيوت صعبة للهضم، دونك قد ما تاكل حاجة مقلية قد ما يكون عندك انتفاخ، قد ما يكون عندك عسر في الهضم. إلا حبيت تريح المعدة ديالك وما يكونش عندك انتفاخ لازم تبدل طريقة الطهي. في بلاصة ما تقلي الحاجة روح فور هذيك الخضرة ولا فور الحوايج اللي يقدروا يتفوروا، ولا دير في الفور ولا اشوي الحاجة اللي تقدر طيبها بالشواء. مثلا في بلاصة ما تقلي البورك تقدر ديرو في الفور، ديرلو شوية تاع الزيت وديرو في الفور. هذه الطريقة راك رايح تنقص الزيوت، تنقص من صعوبة الهضم تاع البورك، وأون بليس ما راكش رايح تسمن بزاف في رمضان. دونك باش نختصر عليكم كامل واش قلت من البداية حتى لدوك، في رمضان لازم واحد يشرب الماء بالتدريج أثناء السهرة، ما تروحش تشرب الماء ضربة واحدة، وما تنسوش تشربوا في السحور باش ما تعطشوش في النهار. وقت الإفطار ما تاكلوش كلشي ضربة واحدة، لازم تقسموا الأكل ديالكم وتاكلوه بالتدريج، بلا ما تنسوا تاكلوا الخضار تكون طيبة ولا نيئة، ولازم تجنب السكريات والمشروبات الغازية ولا على الأقل تقليل منها، وبيان سور نقصوا الماكسيموم القليان. صحتك تاج راسك، صحة رمضانكم، وتابعونا للمزيد من النصائح.